ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معانا النهارده كام خبر كده الاهلي، ومعانا النهارده شفنا برضو توزيع الجوائز النهارده بتاعت الكاف اللي هي كلها كانت بالحب. فنبدا اخبارنا بس كده الاول باخبار الاهلي، وبعدين نرجع للكاف ده نشوف ظروف الدنيا معاه ايه. نبدا الاول باول خبر. هو مش خبر قوي يعني، هو تمني، يعني اول حاجه ده تمني مش خبر، اللي هو احتياجات الاهلي في يناير. في يناير مش في شهر ستة، مش هنستنى لسه لشهر ستة، في يناير عشان نعرف نكمل الدوري ودوري الأبطال والليلة اللي احنا داخلين عليها دي. مش هينفع خالص ان نكمل باللعيبة اللي معانا دي. احنا شفنا دلوقتي لا قدر الله لو وسام ابو علي حصل له حاجة، حصل له إصابة، حصل له أي حاجة، كده خلاص انت كده الهجوم بتاعك اتشل، مفيش مهاجمين تانيين. فنبدأ الأول بالتمني، يعني أتمنى يعني إن في يناير لا ده اللي يحصل اللي أنا هقوله دلوقتي ده. أول حاجة هنعوز مهاجم أجنبي، يعني لابد من مهاجم تاني مع وسام ابو علي يكون سوبر، مهاجم سوبر اجنبي مع وسام ابو علي. تاني حاجة عايزين وينج اجنبي، تاني حاجة برضو يكون وينج اجنبي وسوبر. شهر واحد الجاي مش في شهر ستة، عايزين مهاجم اجنبي في شهر واحد ووينج اجنبي في شهر واحد، ما ترمينيش لشهر ستة. مع وينج تاني مصري، ده لو في اصلا وينجات في مصر، ومدافع برضو، يعني لو في مصر يعني مدافع كويس مع وينج مصري، برضو مش هنقول سوبر قوي يعني. ويا ريت يعني لو في مدافع في الدوري المصري، يعني لو مدافع كويس يعني. بس انا مش شايف اصلا مفيش مدافع خالص في الدوري المصري ينفع يلعب في الاهلي. مفيش مدافعين في الدوري المصري خالص ينفع يلعبوا في الاهلي، غير الاتنين اللي احنا جبناهم دول. الاتنين اصلا محسوبين عليك لعيبه اجانب، ولا ده بيلعب ولا ده بيلعب، ان كان يوسف ايمن ولا اشرف داري. انا مش فاهم بصراحه احنا جبناهم ليه اصلا الاتنين دول. نيجي بقى لايه، وما ترمينيش لشهر ستة والنبي، يعني ما ترمينيش بقى لشهر ستة تقول انا هجيب اللعيبه لشهر ستة. ماشي. اللعيبه اللي جايه يا جدعان، اللي حمدي فتحي ان كان هيجي، واللي كان محمد عبد المنعم اللي احنا هنجيبهم تاني، او كان ديانج، كل ده هيجي على شهر ستة. عشان بس ما تستناش حد ان يجي لك في شهر في يناير فيهم. ان كان حمدي فتحي هيجي في شهر ستة على كاس العالم على طول، وان كان عبد المنعم ده لو جه اصلا لازم الاول او عبد المنعم موافق، بس لسه المفروض ناخد من الاذن من نيس، من نادي نيس لسه. ويا ريت يعني ما نترميش لشهر ستة، يعني يا ريت يعني عايزين تدعيمات على الاقل حتى اربعة لحد يناير. اللي انا قلت عليهم هنعوز اتنين اجانب، وينج ومهاجم، واتنين مصريين، لو واحد وينج او واحد مدافع. وما ترميليش لحد شهر ستة. ماشي. هيجي عندك ديانج جاي في شهر ستة. هيجي عندك عبد المنعم ده لو جه هيجي في شهر ستة. تريزيجيه لو جه هيجي في شهر ستة. حمدي فتحي خلاص رسميا يعني، بس برضه جاي على كأس العالم، مش هيجي لك في يناير. معانا الفترة من يناير لحد شهر ستة، انت هتلعب في دوري أبطال أفريقيا، هتلعب في الدوري المصري. احنا ما معناش لعيبة خالص، يعني لا قدر الله لو حصل له حاجة وسام أبو علي، انت كده ما عندكش مهاجمين. لو ياسر أو رام ربيعة، ما بقاش عندك مدافعين. انت فاهمني؟ يعني هو دلوقتي عندك أسامة أبو علي في الهجوم، وياسر ورامي في الدفاع. لو واحد من التلاتة حصل له حاجة مش هيبقى ولا عندك دفاع، مش هيبقى عندك مدافعين. ولو وسام لا قدر الله مش هيبقى عندك مهاجمين. حتى اللي انت جايبهم، يعني اللي هيجوا في شهر ستة، عندك ديانج خط وسط، عندك حمدي فتحي خط وسط. خط الوسط عندك بقى مليان، وما عندكش ولا مهاجم ولا وينج ولا مدافعين. ده بالنسبة لإيه للخبر التاني. نيجي لرقم ثلاثة بقى، لجنة التخطيط تريد التعاقد مع مين بقى؟ مع يوسف بالعمري. يوسف بالعمري بتاع الرجاء. هتقول لي ده لعيب جامد، هقول لك لا. لعب 10 ماتشات او 8 ماتشات على ما اعتقد، ولا اسيست من باك شمال، ولا اسيست، جاب هدف واحد في 8 ماتشات، هدف واحد. ده بالنسبه ايه ليوسف بالعمري. بيقول لك ايه بقى، يعني الاداره بقى تحب توفر، خلاص بقى نخلي علي معلول، نسيب علي معلول
ونمشي يحيى عطية الله. انا من رايي ان يحيى عطية الله يتكل على الله، تمام. ويوسف بالعمري ده هتبقى صفقه فاشله، يعني انا بقول لك هتبقى صفقه فاشله. فنخلينا احسن في علي معلول، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يعني علي معلول هيبقى احسن من الاثنين دول. لو هتجيب بالعمري ده، ماشي. انا شفت له ملخص، شفت له ماتشات. الراجل لعب 8 ماتشات، جاب هدف واحد. يعني المفروض ده باك شمال، يعني هدف واحد اللي جابه، ماشي. مفيش ولا اسيست عمله، تمام. ده بالنسبه ايه لرقم 3 اللي هو لجنه التخطيط. نيجي بقى لاحلى خبر في حياتي، ده احلى خبر في حياتي اللي انا هقوله دلوقتي ده. الحمد لله والشكر لله، كريم نيدفيد على العتاب المصري. خلاص هو على العتاب المصري. علي ماهر خلاص تم الموافقه عليه من النادي المصري ولجنه التخطيط بتاعه المصري. خلاص ناقص بس فسخ التعاقد بالتراضي مع الاهلي يعني. هيبقى في المصري ان شاء الله، ربنا يوفقه. ربنا يوفقه يبقى كريم نيدفيد بجد، ونشوفه كده مكسر الدنيا في المصري يعني. بس ده بالنسبه لكريم نيدفيد. نيجي بقى لتعاقد الاهلي مع ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد السابق. انا بدعي يعني ان الصفقه ديت تتم يعني. مش كل صفقه سوبر ندخلها ما بتجيش معانا يعني. انا يا ريت يعني نفك كيسنا شويه بقى، ودي صفقه كويسه اهيت وتيجي معانا. يعني صفقه عالميه وصفقه سوبر وصفقه انت جايلك لعيب محترم من ريال مدريد حتى اسم، تمام. يا ريت بقى يعني نفك كيسنا شويه ونمشيها، يعني مش زي صفقه بين رمضان كده ونقعد نفصل في 300,000 وفي الاخر الصفقه تروح علينا يعني. ماشي. وحتى لو جه هيجي برضه في شهر 6 يعني. حتى دياز لو جه هيجي في شهر 6. فبرجاء من الإدارة يعني برجاء من الإدارة يعني تخلص لنا الصفقة دي. وبطلب من الإدارة يعني طلبين، يعني يا ريت صفقة دياز دي نخلصها، ماشي. صفقة سوبر جاية لك وصفقة عالميا، يا ريت نخلصها. وطلب تاني يعني اللي هو أسعار التذاكر، يعني أسعار التذاكر عالية جدا على الناس يعني. أسعار التذاكر عشان نشوف الجمهور في الملأ في المدرجات تاني يعني. يا ريت يعني من إدارة الأهلي اللي هو تخفيض التذاكر يعني شوية. ده بالنسبة للتذاكر وبالنسبة لأخبار الأهلي اليوم خلصناها. نيجي بقى لجوائز الكاف. جوائز الكاف دي مين اللي حاططها أصلا؟ يعني أنا مش فاهم إيه اللي كل حاجة صن داونز فيها يعني. عملت إيه صن داونز؟ صن داونز ولا بطل دوري أبطال أفريقيا، ولا بطل كونفدرالية، ولا بطل أي حاجة خالص. حاطين لنا صن داونز في كل حاجة. ليه؟ عشان متسب يعني؟ ويعني إيه ويليامز أحسن حارس وأحسن لاعب في أفريقيا داخل القارة؟ يعني إيه ويليامز عشان بيلعب في صن داونز؟ انا مش فاهم يعني. عمل ايه ويليامز السنه اللي فاتت؟ ولا خد دوري ابطال ولا خد كونفدراليه. يا جدعان كنت والله العظيم ما كنت هزعل لو كان زيزو خدها. يعني على الاقل حتى الراجل معاه كونفدراليه واخد سوبر افريقي، والله ما كنت هزعل. يعني راجل زملكاوي وانا اهلاوي، بس انا ما كنتش هزعل له. يعني يستحقها. مش هقول لك اديها لحسين الشحات. ليه ويليامز؟ ولا هو عشان متسيبي وسان داونز؟ وسان داونز ليه محطوط في احسن برضه ثلاث انديه في افريقيا؟ ليه؟ مش فاهم انا يعني. هو كل حاجه يعني كده بقت في القاره دي تتمشى كده بالحب يعني؟ انا مش فاهمها بصراحه. انا طول اليوم دم محروق يعني. انا لو خدها زيزو والله ما هزعل. يعني انا راجل اهلاوي بقول لك زيزو يستحقها. زيزو يستحقها، ماشي. مش هقول لك ادي حسين الشحات. الراجل معاه ده كونفدراليه، حتى بالبطوله بتتكلم بالبطولات. الراجل معاه كونفدراليه والراجل معاه سوبر افريقي. فايه بقى يعني؟ انا ايه بقى اروح اديها لويليامز؟ طب يا عم اديته احسن حارس، اديتها له كوسه. احسن حارس برضه ما ياخدهاش. احسن حارس المفروض اللي ياخدها مصطفى شوبير. مصطفى شوبير ما دخلش فيه ولا هدف في دوري ابطال افريقيا. يعني ده المفروض هو اللي ياخدها. يعني ايه صلاح مش من ضمن اصلا احسن لعيبه في افريقيا؟ يعني ايه صلاح مش ضمن احسن لعيبه في افريقيا؟ يعني انتوا ماشيينها ازاي؟ انا مش فاهم يعني البطولات دي بتبقى ماشيه ازاي. يعني مش فاهم الجوائز بتاعت الكاف دي بتمشوها ازاي انتوا بتضحكوا الناس علينا والله العظيم. يعني الناس بتضحك علينا لما تقول لهم صلاح مش احسن لاعب في القاره. يعني تدي ويليامز احسن لاعب في افريقيا. ويليامز احسن حارس في افريقيا. اللي هو ازاي يعني؟ ما انتوا برضه تقنعونا يا جدعان. يعني الراجل معاه دوري ابطال افريقيا حسين الشحات، لا مش شو. الراجل معاه كونفدراليه وسوبر افريقي زيزو، لا مش شو. هنديها مين؟ هنديها لويليامز. ده ليه يعني؟ مش فاهم يعني.
هي ضحكوا الناس علينا وخلاص. هي القاره ديت ماشيه كده، يعني القاره ديت ماشيه ببركه ربنا، ماشيه بالحب. بس والله طول اليوم اصلا يعني من ساعه ما الجوازه ديت اتعملت انا واحد محروق دمه يعني. ادوها، لا ادوها لزيزو يا جدعان، والله العظيم هنزعل. انا راجل اهلاوي ما كنتش هزعل اصلا لو زيزو خدها. الراجل معاه بطولتين افريقيين، لكن ويليامز معاه ايه يعني؟ ايه؟ صد كوره من الهلال السوداني، ضربه جزاء. يا عم كتر خيرك دي، لو هياخدها عشان كده فده كتر خيره يعني. بس لكن انا بصراحه يعني اللي شايفه ده مهزله. اللي شايفه النهارده في الكاف والجوائز والحفله بتاعت الكاف النهارده مهزله. بس فحبيت انهي كلامي بس كده بالحفله اللي هي بجواز الكاف، يعني اللي هي بالحب ديت يعني. خلاص يعني هو احنا بالنسبه لنا عندنا برضو زيزو احسن لاعب وحسين الشحات احسن لاعب. هم يقولوا اللي يقولوه بقى ويدوا اي حد اللي هو عايزه. يلا اشوفكم على خير، ويلا سلام.